الاستثمار مش فيزياء نووية ولا محتاج ذكاء خارق. كبار المستثمرين زي وارن بافيت وتشارلي مونجر دايما بيقولوا كده. اللي بنحتاجه فعلا هو إطار فكري سليم لاتخاذ القرار زائد السيطرة على المشاعر عشان ما نبوظش الخطة. الكتاب اللي هيلخص ده كله هو المستثمر الذكي لبنجامين جراهام، المرجع اللي وصفه بافيت بأنه أفضل كتاب عن الاستثمار كتب على الإطلاق. في الفيديو ده هنجمع أهم الدروس بأمثلة واقعية وبأسلوب بسيط ينفع كل الناس. مين هو بنجامين جراهام وليه يهمك؟ جراهام هو أبو الاستثمار القيمي، علم أجيال أشهرهم وارن بافيت. فلسفته بتقول السهم مش رقم على الشاشة، السهم ملكية في شركة حقيقية. لو فهمت الشركة دي وقيمتها الحقيقية تقدر تشتريها بسعر أقل وتصبر لحد ما السوق يقدر القيمة العادلة. الدرس الأول: قابل الأستاذ سوق. تخيل إن عندك مزرعة بتكسب ربح سنوي شبه ثابت، وجارك اسمه الأستاذ سوق. كل يوم بيخبط عليك ويعرض يشتري المزرعة أو يبيع لك حصة فيها. أول أسابيع السعر اللي بيعرضه قريب من 1,000,000، تقول تمام ده السعر العادل. بعد شهور تلاقيه جاي بيتنطط من الفرح يقولك 10,000,000، وبعدها بشوية يرجع مرعوب بيهلوس بنهاية العالم ويقول هاخدها منك ب50,000 بس. ساعتها تفهم إن الراجل مش عقلاني، ويبقى السؤال: هل منطقي أقيم مزرعتي على حسب مزاجه؟ أكيد لأ. لازم أعتمد على تحليل أساسي: الأرباح، النمو، الأسعار، التكاليف، القيمة الجوهرية. النقط المحورية: السيد سوق مش بيجبرك تتعامل معاه، هو مجرد فرصة تتقبلها أو ترفضها. لو حسبت إن قيمة مزرعتك 3,000,000، لما يعرض عليك 1,000,001 تقول له لأ، لما يعرض عليك 10,000,000 تبيع. لو بعد سنة رجع مرعوب وبيبيع ب500,000 تشتري منه تاني. بنفس المنطق في البورصة، لما تشتري أبل أو مايكروسوفت انت بتشتري جزء من شركة. قراراتك لازم تبقى مبنية على: هل ده السعر العادل كشريك حقيقي، مش على مزاج السوق. أمثلة واقعية على جنون السيد سوق: في عام 2022 بعد أزمة الأعلاف وارتفاع أسعار الذرة والدولار، سهم القاهرة للدواجن انهار بأكتر من 50% في أقل من 6 شهور. الناس كانت مرعوبة من هوامش الربح، والإشاعات وقتها كانت بتتكلم عن خسائر ضخمة جاية. لكن في الواقع الشركة كان عندها أكبر احتياطي نقدي في القطاع، ومخزون بيتباع بأسعار أعلى من أي وقت. اللي اشترى وقت الذعر وقت ما السوق كان شايفها شبه منهارة حقق بعدها مكاسب تتجاوز 100% لما الأرباح رجعت والقطاع ضعف. المثل التاني أوراسكوم للتنمية: مع بداية أزمة كوفيد في مارس 2020 سهم أوراسكوم للتنمية مصر خسر تقريبا تلتين قيمته خلال أسابيع. السوق افترض ان النشاط السياحي والعقاري هينهار تماما، فالسهم نزل من حوالي 7 جنيه لأقل من 3 جنيه. لكن بعد سنة ونص ومع عودة السياحة والتوسع في الجونة وباقي المشاريع، السهم رجع فوق 8 جنيه. يعني اللي اشترى وقت الخوف اتضاعف راس ماله تقريبا خلال سنة ونص. الخلاصة: خاف لما الناس تكون طمعانة، واطمع لما الناس تكون خايفة. الدرس التاني: هامش الأمان. الاستثمار فيه مخاطرة زي كل شيء في الحياة. جراهام بيقول: قلل المخاطرة بهامش الأمان. تخيل نفسك مهندس كباري، حسبت إن الجسر يتحمل حوالي 50,000 طن. هل هتكتب على اللوحة 50,000 طن بالظبط؟ لأ، هتكتب 40,000 أو بالكتير 45,000، لأن في دايما نسبة خطأ. نفس الشيء في الأسهم، حتى لو قيمة الشركة ب90 ما تشتريش ب90 بالظبط، استنى لحد ما يكون 60 أو 70. الهامش ده هو الحماية لو غلطت في الحساب أو الدنيا اتغيرت فجأة. الدرس الثالث: المستثمر الدفاعي والمستثمر المغامر. المستثمر الدفاعي اللي هو أغلبية الناس بيكون بيتميز بمجموعة من العوامل. الأولى: تنويع واسع. التانية: بيستثمر في شركات كبيرة ومعروفة أو صناديق مؤشرات واسعة زي ال EGX 100 مثلا. وبيستخدم طريقة الدولار كوست افريجينج، اللي هي بتكون استثمار مبلغ ثابت شهريا بلا توقف. زي ما قال كين فيشر: الوقت داخل السوق أهم من توقيت الدخول والخروج. علم السلوك بيقول إن البشر سيئين جدا في توقيت البيع والشراء لما العواطف بتتحكم. ميزة الدولار كوست افريجينج إنه بيشيل التأثير النفسي من المعادلة. قواعد جراهام للمستثمر الدفاعي:
رقم 1 بيكون عنده من 10 ل30 شركة على الأقل. رقم 2 بتكون شركات كبيرة ومستقرة. رقم 3 صافي الأصول المتداولة أكتر أو يساوي مرتين الالتزامات المتداولة. رقم 4 توزيعات أرباح 20 سنة متصلة. رقم 5 من غير خسائر صافية آخر 10 سنين. رقم 6 نمو أرباح أكتر أو يساوي 33% خلال آخر 10 سنين. رقم 7 السعر يكون أقل من 1.5 صافي الأصول. رقم 8 ال PE ratio يكون أقل من 15. المستثمر المغامر ده بيكون عدده أقل، بيتميز بمجموعة من العوامل، منها إن عنده معرفة متخصصة زائد وقت زائد انضباط. برضو بيتميز بأنه بيدور على شركات تكون undervalued بوضوح. أمثلة على المستثمرين المحترفين زي بيتر لينش وري ديليو. خلينا نفتكر إنه سهل دايما تقول إن أنا مغامر، لكن صعب إن أنت تنجح فعلا. النجاح بيكون محتاج صبر زائد وقت زائد دراسة زائد نفسية هادية. انتبه لفخ اشتري ما تعرفه. بافيت بيحب جدا مفهوم دايرة الكفاءة، استثمر فيما تعرفه. لكن على الناحية التانية جراهام بيحذر الاعتياد ممكن يولد أخطاء أو ما يسمى ب هوم بايس. ناس كتير بتحط 25 ل 30% من استثماراتها في سهم شركتها أو الصناعة اللي شغالين فيها، ولو الصناعة دي انهارت فجأة بيخسروا الشغل والاستثمار في نفس الوقت. الحل الوسط استثمر فيما تعرفه لكن مع تنويع حقيقي، وافحص ما تعرفه باستخدام التحليل الأساسي. ما تفترضش انه آمن لمجرد انه مألوف بالنسبة لك. ازاي بيقيم المستثمر الذكي القيمة العادلة؟ جراهام بيدينا صيغة تقريبية بتقول ان القيمة الجوهرية تساوي الأرباح الحالية مضروبة في 8.5 زائد 2 مضروبة في معدل النمو المتوقع. لو السعر السوقي أقل بكتير من القيمة التقريبية ومعاك هامش أمان، ابدأ ادرس بجدية. لو أعلى بكتير احذر الحماس الزايد. امتى تشتري وامتى تبيع؟ وقت الذعر الحقيقي ادرس شركات قوية بأسعار رخيصة، ووقت النشوة فكر في التخفيف لما يكون السعر سبق القيمة العادلة. باختصار، الذكي بيشتري لما الكل يكون خايف، وبيبيع لما الكل يكون متفائل زيادة عن اللزوم. ملخص سريع لأهم المحاور. رقم 1 الأستاذ سوق بيعرض علينا أسعار مش قرارات إجبارية، استغله بس ما تمشيش وراه. رقم 2 المستثمر الدفاعي بيكون عنده تنويع، شركات كبيرة أو مؤشرات، بيستخدم الدولار كوست افريجينج وعنده قواعد اختيار واضحة. رقم 3 المستثمر المغامر بيكون عنده وقت زائد علم زائد انضباط، بيركز على القيمة المنخفضة بوضوح. رقم 4 هامش الأمان، حماية ضد الخطأ والمجهول. رقم 5 السيطرة على العاطفة هي المفتاح الحقيقي للنجاح في السوق. كتاب المستثمر الذكي مش بس كتاب مالي، هو كتاب في التفكير، بيعلمك تصبر لما الكل يخاف وتخاف لما الكل يطمع، ودايما تحمي نفسك بهامش أمان، وتشوف السهم كشركة حقيقية مش مجرد رمز على الشاشة. لو عجبك الكلام ادعمني ودوس لايك على الفيديو واشترك في القناة، ولو حابب نتكلم في موضوع معين في الحلقات الجاية عرفنا في التعليقات.